أهلا وسهلا بكم. المغاربة كلهم اليوم كينتظروا العقوبات اللي غادي تصدر ضد المنتخب والاتحاد السنغالي كذلك. هاد العقوبات اللي كنتمناو تكون قاسية وتكون اللي تبرد لنا القلب. ودابا راه الملف كاين عند لجنة الانضباط، هي اللي غادي تدرس الأحداث اللي وقعوا في النهائي، في المباراة النهائية، وظل ديال ديك الفوضى اللي داروا الجماهير وكذلك المدرب وكذلك اللاعبين، اللي خلاتنا نتحرموا من الكاس اللي كنا كنتسناوه شحال من عام هادي. زائد دوك التصريحات اللي قالهم او اللي التصريحات ديال رئيس الاتحاد السنغالي ضد المغرب. شي تصريحات صراحة عجيبة غريبة، قال بأن الكاف مختطفة. وكما شفتوا هاد الكاف مختطفة هي أسلوب ديال الجارة الشرقية، دائما كيقولوا أن الكاف مختطفة، كذلك الفيفا مختطفة. المهم ما عليناش، لأن باش نعرفوا بأن الجزائر عندها يد في هذا الشيء، وهذا الشيء ماشي اتهامات، وهذه حقيقة وغادي تبان مع الوقت ان شاء الله. وفي ظل هذا الانتظار العقوبات اللي كنتمناو تكون ان شاء الله قاسيه تبرد لنا قلبنا، كاينين شي ناس كيتسناونا غير في الدوره. انا غادي نشرح لكم علاش. الأخبار الجديدة هي أنه رئيس الاتحاد الإسباني رافائيل لوزان كيتكلم على البطولة ديال مونديال 2030، وكيهضر خصوصا على المباراة النهائية. وقال بأن المباراة النهائية غادي تستضفها إسبانيا، ماشي المغرب وماشي البرتغال. والاعلام ديال الكبرانات جالس كينشر في هذا التصريح ديال هذا المدرب، وفرحانين. بلا ما تفرحوا، هذا الشيء غير الرغبه ديالو هو اللي قالها، وكيستغل الفرصه ملي شافوا داك الشيء اللي وقع في النهائي، وحنا ما عندنا حتى شي يد فيه، ماشي حنا المسؤولين عليه. والعقوبات ان شاء الله غادي تنزل وغادي يبان الحق. اما الحقيقه فين غادي تنظم مازال ما كاين والو، شي حاجه رسميه ما كايناش. الفيفا ما قالتهاش حتى شي حاجه، ما صدرات، غير هو اللي كيتخيل مع راسو